المثول أمام قاضي وأنت الآن رئيس حكومة؟ أنا أمثل أمام أي دعوة للقضاء وأشهد بما أعرف، وليس لي أي حرج في هذا. وبعض الجمعيات أو الأشخاص قدموا في قضايا في أكثر من مناسبة عندما كنت وزيرا للداخلية، وأنا على ذمة التحقيق وأتصرف كمواطن عادي، أمارس مهامي كمسؤول أول في الدولة وعلى ذمة القضاء كمواطن عادي. إذن الأمور معروفة وأنتم بانتظار إلقاء القبض على القاتل. نحن نبذل الجهود، وزميلي لطفي بن جدو يبذل قصارى جهده مع الفرق المختصة من أجل تتمة هذا الملف. رابطات حماية الثورة، رئاسة الجمهورية مع حل رابطات حماية الثورة. السيد علي العريض كرئيس للحكومة، نريد موقفك أنت من رابطات حماية الثورة أمام كل هذه الضجة وكل ما يتردد في الشارع التونسي. هذا الموضوع وقع تضخيمه وألبس أكثر من قدره. هذه الرابطات هي جمعيات حاصلة على ترخيص من حكومة السيد الباجي قايد السبسي، وأخرى حاصلة على ترخيص كجمعيات مدنية من حكومة السيد حمادي جبالي، وهي ككل الجمعيات خاضعة لقانون، وكل من يقوم بتجاوز سنطبق عليه القانون بدون تراخي ولا حيف. أنت مع حلها أم لا؟ أنا مع حل كل جمعية تتطاول على القانون أو تدوسه، سواء كانت تحت عنوان رابطة حماية الثورة أو غيرها، علما وأن هذه المشكلة حاصل بدرجة أساسية بسبب اللبس الحاصل في هذه التسمية. هذه التسمية كان لها مدلول إيجابي قبل انبثاق الحكومات الشرعية، ولكن بعد الانتخابات صار هذا الاسم كما لو أن هناك احتكار لحماية الثورة، وبالتالي حصل هذا اللبس. وعلى كل حال هذه الجمعيات هي بصدد إعادة ترتيب أمورها، وأنا لن أتردد في تطبيق القانون عليها وعلى غيرها، بما في ذلك ضد كل هذه الجماعات أو المجموعات السلفية المتطرفة كلها بلا استثناء، بما في ذلك أقصى اليمين وأقصى اليسار أو في الوسط، أفرادا كانوا أو مجموعات، أحزابا كانوا أو تنظيمات. سنعمل على إنفاذ القانون وعلويته على الجميع. هل الوضع الأمني في تونس اليوم مؤهل لرفع حالة الطوارئ؟ أنت تقول سنرفع حالة الطوارئ قريبا. لا، أنا قلت آمل أن نرفعها قريبا ونعمل على ذلك، لكن قبل الحديث عن حالة الطوارئ همي أمن التونسيين والتونسيات وأمن الوطن. وطالما هناك ضرورة لبقاء الجيش الوطني في الساحة فلن أتردد في النصح وفي أن أقترح على رئيس الجمهورية استمرار حالة الطوارئ. هذا هو الأساس، لكن أملنا أن الوحدات الأمنية وأن الوضع الأمني يتحسن بسرعة حتى نستطيع رفع حالة الطوارئ، وأملي أن لا يتأخر ذلك. السيد علي العريض هو رئيس حكومة كل التونسيين. هذه قناعتي، وهذا هي الجبة التي ألبسها. هل ستقطع هذه العلاقة التي كانت قائمة بين الحكومة وحركة النهضة؟ عن أي علاقة تتحدث؟ إذا كنت سلفك كان يقول بأنه لم يكن يقرر بنفسه، قال هذا صراحة وردد ذلك العديد من وسائل الإعلام. لا يمكن أن يصدر عن الأخ حمادي جبالي مثل هذا الكلام. وقد سمعت أخيرا أنه نسب إليه هذا الكلام وصرح مفندا مثل هذا الكلام، وهو نفسه كذب مثل هذا التصريح. لكن إذا كنت تريد أن تقول هل أنا عضو في النهضة؟ نعم، أنا قيادي في حركة النهضة. الآن أتحمل مسؤوليتي كرئيس حكومة لكل التونسيين، لكن أنا أيضا كنت قياديا في حركة النهضة، والآن كل مهامي في حركة النهضة. مستعد أن تقيم مسافة مع النهضة؟ أنا أقيم مسافة منذ كنت في وزارة السيادية اللي هي وزارة الداخلية، وأعرف جيدا ماذا يعني أن يكون همك وحدة تونس، أمنها، ترابها، ورقيها، والوقوف على مسافة من الجميع بلا استثناء. طيب، تقارير تفيد بأن فيما يتعلق بالتسميات في الإدارة العامة هناك أكثر من 80% من الذين تم تعيينهم هم من حركة النهضة. هل سيتم التراجع عن هذه التسميات أم أن هناك اعتراف بأنه حصلت هذه التسميات من منطلق المحاصصة ومن منطلق إعطاء الأولوية لحركة النهضة؟
دعني أقول لك ما أعرف. أنا أعرف من تم تعيينهم في مصالح وزارة الداخلية والإدارات الجهوية، معياري فيهم الوحيد هو الخبرة والكفاءة ونظافة اليد والاستعداد لخدمة أهداف الثورة، ولا دخل للانتماء السياسي فيهم. بل أكثر من هذا، كل الولاة وكل المعتمدين قبل أن يتولوا أقول لهم إنكم ممثلين للسلطة لتونس تخدمون أهداف هذه الثورة، ولا شأن لكم بالحياة الحزبية، وينبغي أن تقفوا على نفس المسافة. وعلى فكرة هذه ألفاظي تردد، أن تقفوا على نفس المسافة أمام كل التونسيين وأمام كل التنظيمات. أما فيما يتعلق بالمراجعات التي تحدث عنها، من كان له تحفظ على شخص بأدلة محترمة فلن نتردد في مراجعته، سواء كان هذا الشخص اعتبره قريبا من النهضة أو قريبا من أي جهة. المعيار الوحيد الكفاءة ونظافة اليد وحمل هم التونسيين والنضال من أجل مشروعهم المستقبلي. هل يوجد تناغم بين الحكومة ورئاسة الجمهورية؟ لا يوجد تناقض، وهناك تناغم. نعم تناقض. أنا أخذت مسؤوليتي للتو، فهل تريد أن لا يحصل تناغم قبل أن نبدأ؟ طيب رئاسة الجمهورية مثلا ضد قانون الإقصاء، السيد علي العريض كرئيس حكومة كل التونسيين، أنت مع قانون الإقصاء، أنت مع قانون تحسين الثورة، نعم أو أم لا؟ هذا القانون أريد أن أصحح، هذا القانون هو قانون لحماية الثورة كما أراده أصحابه. أنا مع كل شيء قانوني وشرعي يحمي الثورة وأهدافها. نريد أن نستلهم، أنصح أن يقع الاستلهام من الثورات الشبيهة والتي سبقتنا، وبالتالي كل ما يمكن أن لا يكون فيه إضرار بحقوق الناس ودوس على العدل والإنصاف وفي نفس الوقت يحمي الثورة، أنا معه ولا ليس لي غموض في هذا. لكن القانون لم أطلع على تفاصيله حتى أقول لك أنا مع هذا الفصل أو ذاك إلى آخره، لكن من حيث المبدأ أنا مع الإجراءات الشرعية التي تحمي الثورة والتي لا تظلم أحدا. طيب رجال أعمال ينتظرون، هم ممنوعون من السفر حتى الآن، هم رجال أعمال، هم رؤساء شركات. السيد علي العريض ماذا يقول لرجال الأعمال لطمأنتهم بدون طبعا الحديث عن القضاء لأنهم ينتظرون منذ سنتين؟ أنا بصفة عامة لا أطمئن، وعرفتني حتى في الأمن، أنا أقول الحقيقة كما أراها. نريد الحقيقة. نعم كما أراها. هذا ملف حقيقي، إذا عالجناه عن طريق القضاء وحده فسيأخذ سنين طويلة، وستتضرر مصالح هؤلاء ومصالح تونس، ويتأخر الاستثمار ولا يكسب الشعب شيئا كثيرا. إذا أوجدنا له علاجا يقترب أكثر ما يمكن من العدل، وفي نفس الوقت يراعي ضرورة السرعة وضرورة تمكين هؤلاء الناس من الخدمة الحرة والربح الشرعي والمساعدة والقيام بالتنمية وبالاستثمار، أنا مع هذا الخط الثاني. أنت إذن تزكي مبادرة قيس سعيد؟ أنا لا أختلف في الروح مع ما طرحه السيد قيس، الأستاذ قيس، وطرحنا هذا حتى في مجالس وزارية مضيقة، وطلبت مباشرة بعد دخولي إلى جمع تلابيب هذا الملف الموزع لنتخذ فيه سياسات تخدم الشعب ولا تخل بالإنصاف والعدالة. دائما في الإطار السياسي، يعني أنت تشعر بأن لك هامش حرية في العمل وأنت في رئاسة الحكومة؟ هامش حرية من؟ أنت كسيد علي العريض عرف عنك أنك كسبت خبرة في وزارة الداخلية، هل لديك هامش حرية بأن تتحرك أم هناك من يضغط عليك؟ ليس لدي ضغوط إلا تلك التي هي من الوضع الأمني والسياسي والاجتماعي العام. تعرف أن في بلدنا وضع أمني يحتاج إلى جهود كبيرة، تجاذب سياسي يحتاج إلى تخفيف الاحتقان ودفع الحوار الوطني والتوافقات والتسويات، ومطلبية اجتماعية أحيانا يقع تسييسها كبيرة تحتاج بدورها إلى الترشيد وإلى تلبية مطالبها. ولذلك كانت الأولويات أمنية وسياسية وتنموية، أي اجتماعية اقتصادية، وشيئا
أو أقصى ما نستطيع في مجال المحاسبة والمصالحة وحل المشكلات العالقة مع الماضي. ما التونسيون قلقون جدا حيال تدفق عدد كبير من التونسيين في النزاع السوري. تونسيون يحاربون في سوريا. نعم. وأنت تابعت بالتأكيد كل ما يتردد وكل ما يقال، ومجموعات عادت من سوريا وتروي ما شاهدت. نعم. يعني ما العمل التونسيون ينتظرون؟ ما الذي تفعله الحكومة؟ نعم، أنا أعرف هذا الملف جيدا، وأعرف أيضا الإشكاليات التي يطرحها في المستقبل عندما تنتهي محنة إخواننا السوريين، وإن شاء الله يكون ذلك قريبا. لا بد من النظر إلى هذا الموضوع كالتالي: هناك تونسيون يسافرون إلى ليبيا أو إلى تركيا أو إلى بلد آخر، يقول أنا ذاهب باش أدرس أو لأعمل أو للسياحة، ثم بعد ذلك ينتقل إلى سوريا. ليس لنا الحق من حيث المبدأ، ليس لنا الحق القانوني في منعه من الخروج، لكن الذي رجحنا ترجيحا قويا جدا، أو من خلال معطيات عائلية ولا سيما من صغار السن، أنه فعلا يخوض مغامرة غير محسوبة العواقب ويذهب إلى المجهول، هؤلاء منعناهم من الخروج في المطارات وفي بوابات الخروج. لكن لا نستطيع أن نمنع إنسانا ليس لنا عليه معلومات ويقول أنا ذاهب للعمل في ليبيا أو أنا ذاهب للتجوال في تركيا أو في فرنسا أو شيء من هذا القبيل. وهذا حال كل الدول الديمقراطية، فهي تعاني بين ما يسمح به القانون والمخاطر. وأنا متفق معك على أن هذا الموضوع يمثل خطورة ومآسي، ونعمل فيه أقصى ما نستطيع. السياسة الخارجية لتونس غابت في الفترة الأخيرة. علاقة تونس بفرنسا كيف ستكون؟ علاقة تونس بفرنسا كانت بصفة عامة جيدة، أي فيها ثقة، فيها تنوع مجالات التعاون، وفيها زيارات للمسؤولين متبادلة. لا أرى ما يشوش على هذه العلاقة. أول زيارة سيقوم بها وأملي أن تتعمق وتتوسع وتتنوع، ولي ثقة في هذا. أول زيارة سيقوم بها السيد علي العريض إلى الخارج ستكون لأي بلد؟ لم أقرر بعد في الحقيقة. هناك دعوات جاءتني من عدة بلدان، منها ألمانيا ومنها دول العربية، ولم أقرر بعد. أنا منهمك على ترتيب ملفات الوطنية، ثم إن شاء الله أفكر في السفر. طيب، العلاقة مع ليبيا؟ بصفة عامة هي علاقة جيدة. يبدو أن على المستوى الأمني هناك نوع ليست بذلك النسق هي على مستوى الإرادة السياسية والثقة والمباحثات والاتفاقات جيدة جدا، لكن على مستوى القدرة على التجسيم هذا يختلف قليلا، باعتبار إخواننا في ليبيا ما زالوا يحاولون بسط نفوذهم على كامل تراب ليبيا وإيجاد المؤسسات الأمنية وبنائها، لكنهم يتقدمون والتعاون جيد بيننا وبينهم. طيب، فيما يتعلق بغلاء المعيشة في تونس، التونسي ذاق ذرعا من غلاء الأسعار. كيف يمكن للسيد علي العريض أن يطمئن وأنت تتحدث عن توفير 90,000 فرصة عمل؟ يعني من أين لك هذا؟ التونسيون ذاقوا ذرعا بالأسعار لأن غلاء الأسعار يأكل قدرتهم الشرائية. وهم يوجد حل باعتبار أن الدعم من صندوق النقد الدولي يضغط على تونس لوقف الدعم. إذن ما العمل؟ لا، نحن لن نوقف الدعم، ولكن سياستنا أن نرشد هذا الدعم، وملف الدعم سنطرحه إن شاء الله أمام المواطنين في الوقت المناسب حتى يعرفوا الدعم هذا من المستفيد منه. ومن المؤكد أنهم سيوافقون على كل خطوة تجعل الدعم موجه لضعاف الحال والمساواة في الباقي. لكن بالنسبة لما يتعلق بالأسعار، كانت هذه أول مجلس وزاري عقدته بعد تسلمي أمس لمعالجة هذا الموضوع، واتخذنا عدد من الإجراءات تتعلق بالإنتاج والتوزيع ومقاومة التهريب وبالاستيراد في حدود معقولة، وكذلك بقائمة في الأسبوع القادم سيقع تحديد الأسعار فيها من أجل الضغط على هذا الارتفاع في الأسعار. أما فيما يتعلق بالتشغيل، فجوهر يعني التشغيل بصفة عامة هو نتيجة للاستثمار والإعمار. إذا وفرت أمنا واطمئنانا وثقة في المستقبل سنوفره ونحن نتجه إليه. وإذا أزلت العوائق الإدارية أمام الاستثمار الوطني والأجنبي، فإنه تأتي المشاريع ويأتي التشغيل. ولذلك
من خلال مجمل ما برمجناه بالنسبة لسنة 2013 نحن خططنا لنصل إلى 90,000 موطن شغل، ومضينا شوطا في هذا، وبعون الله سنحققه، لأن الخطوات سريعة في هذا الاتجاه. ليس هناك عجز في الحقيقة، نحن يمكن أن نتجاوزه طبعا كما تفضلت إذا أمكن لنا أن نخفف من التشنج الاجتماعي والتشنج السياسي، وأمكن لنا بسط الأمن، وهو ما نشتغل عليه. سيد علي العريض رئيس الحكومة التونسية، شكرا جزيلا لك. بارك الله فيك وفي متابعي هذه القناة. شكرا لكم على